يسعد مساكم. النهارده جايبين لكم حلقه جديده، او بمعنى اصح خناقه جديده. خناقه جديده فين؟ في مجلس النواب. الخناقه دي هي معتاده، ما هياش جديده ولا حاجه، وهي خناقه الموازنه. تعالوا نشوف نواب البرلمان قالوا ايه على الموازنه العامه، وقالوا ايه كمان على الحكومه. اللي قال عليها حكومه طوب وزلط، واللي قال عليها حكومه فاشله بجداره. بس في تفاصيل تانية لازم تعرفوها بنفسكم. تعالوا معانا عشان تعرفوا كل التفاصيل. فين؟ في 5 سياسة. أول واحد من النواب هو النائب إيهاب منصور عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. الراجل طلع بكل أدب وقال إن هو معترض وبيرفض الميزانية. ليه؟ الراجل معترض على ايه؟ اولا على ما يخص اصحاب المعاشات في الميزانيه، مش بس كده، ده كمان معترض على انقطاع الكهرباء ايام الامتحانات. يعني ايام غير الامتحانات ما فيهاش مشكله قطع الكهرباء، ما علينا، خلينا نكمل. كمان بيقول لك ان لازم يبقى في ميزانيه لموضوع الطاقه الشمسيه للناس اللي بتستخدمها. ده بالاضافه انه بيعترض على موازنه بنك ناصر. بكل أدب وبكل احترام النائب إيهاب منصور قدم رفضه للميزانية. نيجي للنائب رقم 2، النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل. الراجل ده بقى بجد وهو بيعرض موضوع الموازنة أنا عن نفسي وقعت من الضحك. أنت قصد حضرتك إنك كنت أول حاجة قالها لك، قال لك شركة الكهرباء عاملة لك أوفر، هتاخد ساعة تدي لك ساعة عليها هدية. يعني من الاخر هتدي لك ساعه شغاله وساعه مقطوعه. ده بالاضافه كمان ان الساعه اللي هتديها لك هتاخد منك فلوس قد كده عليها. فهو رفض ميزانيه الكهرباء بسبب انقطاع الكهرباء فيها. طيب سكت على كده؟ قال لك لا، قال لك تعالى لي بقى وكلمني عن وزاره الثروه المعدنيه. الناس دي الميزانيه بتاعتهم بره الذهب 700 مليون، لكن هم مقدمين ان الناتج المحلي بتاعهم 9 تريليون جنيه. معلش ازاي؟ وعدلوها لحد ما بقت 10 تريليون جنيه. الراجل كان مستغرب وبيسأل ده حصل ازاي، وبالتالي فرفض الموازنة. النائب رقم 3 النائب محمد عبد العزيز رفض برضو الموازنة. ليه؟ الراجل قال لك ان الدين العام ارتفع بنسبة 85% عن العام الماضي، وده معناه ان الدين العام زاد بنسبة 61 مليار جنيه عن السنة اللي فاتت. وده بسبب ان الحكومة ما عملتش دراسة قوية علشان تقلل من زيادة الدين العام. اما قرض مترو الانفاق فقيمته 350 مليون يورو، ولحد النهارده احنا ما استفدناش بيه لان الدراسات اللي معموله ما هياش افضل حاجه. يعني برضو بنرجع لفكره ان الدراسات اللي بتتقدم من الحكومه ما هياش مواكبه او صحيحه بالنسبه لحجم القروض اللي احنا بناخدها من بره. ده كمان ازيدك من الشعر بيت على حد قول النائب محمد عبد العزيز لما قال لك ان احنا واخدين من كوريا 115 مليون يورو لسكك حديد الأقصر، و120 مليون يورو للصرف الخاص باسكندرية. ولا ده اتعمل ولا ده اتعمل، ولا استفدنا بفلوس القرض ده ولا استفدنا بفلوس القرض ده، لأن الدراسات غير قوية بالمرة. النائب رقم 4 وهو النائب أحمد الشرقاوي. النائب أحمد الشرقاوي برضو اعترض على الميزانية وعلى الدين، وخاصة في المشروعات الاقتصادية، وقال إن كان الأولى إن يبقى فيه دين إضافي للتعليم، وخاصة لمرتبات المعلمين اللي مفروض إن هم بيربوا أولادنا أو بيطلعوا جيل جديد يتم استخدامه لخير البلد دي أو في خير البلد دي. بكده هم مش بس دول النواب اللي رفضوا الميزانية، لا، الميزانية اترفضت من اغلب النواب او عدد كبير جدا من النواب. ده بالاضافة ان فعلا بعض النواب اشاروا ان الحكومة دي ينفع تاخد لقب افشل حكومة على الاطلاق. بعد ما انتهينا من موضوع الموازنة، نتمنى ان يكون الرد من مجلس النواب هو طلب تغيير الحكومة، لانها كفاية لحد كده. بصراحة كفايه حقيقي، هي ما عملت لناش اي حاجه. وزي ما بعض النواب اللي هو النائب احمد فرغلي قال ان هي حكومه طوب وزلط،
بنقول احنا كمان ان هي عملت استثمارات هتفيد في البنية التحتية لقدام، لكن تجاوزت ونسيت خالص المواطن، زي ما قال النائب عبد المنعم إمام في أحد تصريحاته إن هي مش حكومة الغلابة ولا حكومة المواطن المصري. شكرا لكم ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا 5 سياسة.